تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. النهارده حبيت اشارك معاكم فطار النهارده. زي ما انتم شايفين هعمل بطاطس محمره، هي دلوقتي على النار اهي بتتقلي. وعملت هنا فول بالصلصه، فول بالطماطم يعني وبالثوم. فطار النهارده شعبي يعني خفيف، كل يوم بنطبخ وكده الحمد لله، فقلنا النهارده نغير. وهنا عندي عجين الطعميه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل طعميه هنا في البيت. وطبق السلطه الجميل بتاعنا دايما بيبقى موجود على سفرتنا، ودي اصلا اهم حاجه في السفره كلها هو السلطه. هما حبه صغيرين علشان انا بس اللي باكل السلطه. شايفين يا جماعه دي كنافه عملناها امبارح، كنافه بالكريمه. كل اللي وصل لحد هنا يعمل اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. نورتوا قناه يوميات ام روبان. طبق البتنجان بتاعنا، شايفين الجمال. احلى طبق انا بحبه في السفرة كلها هو طبق البتنجان المخلل ده.